النهارده يا حبايبي عملنا مع بعض محشي بتنجان وفلفل بطريقه بسيطه، وكانت كل مكوناته جاهزه عندي في الفريزر، يا دوب على تقوير البتنجان والحشو والخلطه كلها ني في ني. خشوا الفيديو شوفوه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده محشي بتنجان. البتنجان البنفسجي ده انا جبته غسلته وقورته مع كام قرن فلفل رومي، وانا كان عندي هنا خضره وعندي طماطم وبصل كانوا في الفريزر، يا دوب بس شممتهم النار ورحت حاطه الرز وحاطه التوابل بتاعتي كمون وفلفل اسود وكزبره، مش اكتر من كده. ولو عندك بقى هريسه وبتحبها سبايسي حطي حته هريسه. هبدا بقى احشيه، طالما بتبقى الحاجه عندك في الفريزر بتسهل لك الحكايه. احشيه بقى يا حبايبي وبعمله. انا عامه بعمل المحشي ني في ني. انا بس نزلت الطماطم، نزلت بس الطماطم والبصل مع شويه زيت كده علشان بس البصل يفك، لان كان لسه متلج مطلعتوش يعني قبليها بفتره. بصوا يا حبايبي انا بملى الصباع يا دوب اخر عقله كده تبقى فاضيه عشان المحشي ما يطلعش الرز بره. اكله بسيطه وسريعه. كل اللي انا عملته ان انا قورت بس بتنجان، انما كان كل حاجه عندي في الفريزر، خضره وبصل وطماطم متصفيه ومعموله، كانت متسبكه نص تسبيكه كده يعني، يا دوب طلعتها سخنت بس وحطيت الرز عليها وحطيت التوابل بتاعتي وتبدأ تحشي، مش هتاخد معاكي وقت. كل حاجه انا بحطها يا حبايبي في الفريزر، حتى الكرنب اما بيكون الموسم بتاعه بجيبه واقطعه واسلقه نص يعني 3/4 سليقه، واقطعه واحطه في الفريزر وما عاوزه اطلعه. يعني عندي كرنب من السنه اللي فاتت كنت لسه عاملاه قريب، بدات هعمله بقى اخلصه علشان خاطر اعمل غيره. زي ما قلت لكم بحشيها واسيب العقله الاخرانيه علشان خاطر الرز ما يطلعش بره مني. هخمل بقى الباقي وارجع لكم. هنا يا حبايبي انا ولعت على المحشي وعندي شويه مرق، دافين كده، حاطط لهم حته هريسه، وهبدأ بقى اسيبها المحشي. مش هكتر طبعا ميه عشان ما يبقاش معجن. وهنسيبه بقى لما يستوي خالص ونرجع له. حبايبي المحشي استوى زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله. نحضره بقى ونغرفه.